عمرك شفت كيكه وهي بتتعمل؟ طب ما استغربتش هي بتنفش كده ازاي؟ ولا ملحقتهاش قبل ما تتحرق؟ طب ما سالتش نفسك برضه هي اتحرقت ازاي؟ هتقولي ايه يا عم؟ هي كيمياء؟ ايوه بالظبط كده، هي كيمياء. حاجات كتير بتحصل حوالينا ونعديها من غير ما نركز حصلت ليه وازاي، لكن لو ركزت شويه وعملت زوم على الصوره هتلاقيها كيمياء. فاكر لما حطيت المايه في الفريزر وطلعت مكعبات تلج تسقع بيها العصير؟ طب فاكر لما نسيت البراد على النار والميه اتبخرت كلها وما كفتش غير كوبايه شاي واحده اتخانقتوا عليها كلكم؟ كل ده كان وراه كيمياء. الميه اللي بنشربها دي جوه الكوبايه فيها ملايين الجزيئات اللي بتتكون من ملايين الذرات. كل مجموعه ذرات بتمسك في بعض عن طريق روابط كيميائيه عشان تدينا الجزيئات. هي دي الكيمياء. كريستالات الملح اللي بنظبط بيها طعم الاكل لو بصيت لها تحت الميكروسكوب هتلاقيها ايونات مترتبه بشكل هندسي جميل. ايون صوديوم ماسك في ايد ايون كلور برابطه ايونيه، ودي نوع من انواع الروابط الكيميائيه. يعني حبايه ملح شكلها غلبان لكن جواها عالم تاني محدش بيفكر فيه، عالم من الكيمياء. حتى النباتات بتعتمد على عمليه كيميائيه عشان تتغذى، عمليه التمثيل الضوئي اللي النباتات بيطلع عينيها فيها عشان تحول ثاني اكسيد الكربون والميه لاكسجين وكربوهيدرات، ونيجي احنا بقى بعد كل ده ناكل النباتات. الصابون ابو ريحه، الشامبو ضد القشره، سلك الالومنيوم اللي بيصدي، اسياخ الحديد بتاعه البنا، الاطباق البلاستيك، الزبادي، كل الحاجات دي وراها كيمياء. تعالوا نبص للحاجات في حياتنا بعين جديده ونتعرف على العلم اللي بيخلي الدنيا ملونه وبريحه، علم الكيمياء.